في قرية بسيطة من قرى محافظة البحيرة سنة 2017 كان الناس عايشين في محبة وأمان، والبيوت كلها مفتوحة لبعض، وكل واحد حافظ العشرة والعيش والملح. لكن أوقات الطيبة الزايدة بتتحول لنقطة ضعف، وأوقات كتير بيكون الخطر مش جاي من بره، ده بيكون من قلب البيت، من أقرب الناس ليك. القصة دي مش مجرد جريمة قتل، دي خيانة بأبشع صورها. خيانة البيت فتح لك بابه، والناس كانوا شايفينك فرد من عيلتهم. بطل قصتنا النهاردة اسمه صوفي. ده مثال حي على البني آدم اللي بيضحك على نفسه قبل ما يضحك على الناس، بيوصف نفسه بالطيبة الزايدة ويقنع الكل انه ملاك نازل من السما، مع انه ارتكب واحدة من ابشع الجرائم اللي حصلت في قرية البحيرة في 2017. في واحدة من القرى هناك كان في راجل اسمه الحاج سيد. الراجل ده كان محترم جدا، وشغال تاجر مواشي ومزارع، وراجل له هيبة كبيرة جدا، والناس كلها بتحبه وبتحترمه، وبيته دايما مفتوح للجميع. مراته الحاجة عزيزة وأولادها مصطفى ويوسف كانوا محبوبين جدا برضو وسط الناس، وعنده بنت متجوزة، وجوزها كان بيعتبر الحاج سيد اللي هو حماه وحماته الحاجة عزيزة بمقام والده ووالدته. وكان من أقرب الناس للبيت ده صافي، اللي الكل كان بيحلف بأخلاقه وجدعنته وشهامته. راجل شغال برضه في تجارة المواشي ومتجوز وعنده طفلين، والناس كلها كانت بتحبه، وكله بيقول عليه انه جدع وراجل وابن بلد جدا، ومفيش اي مشكلة تحصل ما بين اتنين الا لما كان بيتدخل وبيحلها. ما كانش في حد بيحتاج اي حاجة غير لما كان بيساعده. انما الغريب بقى ان محدش شاف تجارته بعينه، يعني محدش شافه وهو بيشتغل، لان ببساطة كده محدش كان بيعرف هو بيشتغل فين بالظبط. كل اللي عند الناس مجرد كلام وبس. الناس كانت مصدقة لان صافي كان بيعرف يدخل قلوبهم بسرعة جدا، يقعد معاهم ويسمع منهم ويعرف كل تفاصيل حياتهم بالتفصيل الممل، ويعرف كمان اسرارهم وتجارتهم وفلوسهم. بس الحقيقة ان صافي كان بيلم معلومات وفجأة يختفي، وبعد شوية يظهر تاني ويرجع كأنه كان في سفرية شغل مثلا، مع ان اختفائه ده ملوش علاقة بالتجارة خالص. والغريب بقى وقت اختفاء صافي ده بالذات بتحصل سرقات كتيرة جدا في البلد، سرقات في البيوت وسرقات محسوبة جدا، وكأن اللي بيسرق ده عارف هو داخل على ايه بالظبط، وفاهم هيسرق ايه ومنين. في ليلة عيد الأضحى الحاج سيد وولاده مصطفى ويوسف خرجوا عشان يصلوا الفجر ويصلوا العيد، والناس كلها شافتهم وسلمت عليهم بعد الصلاة. كان متفق مع ناس تانية عشان يقابلهم الصبح علشان الأضحية. بعد الصلاة الحاج سيد بيروح هو وولاده، لكن فجأة البيت مرة واحدة بقى هادي جدا، مفيش أي صوت، مفيش أي حركة ولا أي حاجة. وفي الوقت ده بنت الحاج سيد وجوزها قعدوا يتصلوا عليهم فترة طويلة، لكن ما كانش في حد بيرد، لحد لما البنت قلقت عليهم. فجوزها قال لها انا هروح اطمن عليهم واشوف ايه اللي حصل. وفعلا جوز بنتهم بيروح البيت، لكن بيحس ان الدنيا هادية جدا ومفيش صوت ولا حركة ولا اي حاجة. وفي الوقت ده بنت الحاج سيد وجوزها قعدوا يتصلوا عليهم فترة طويلة، لكن ما كانش في حد بيرد، لحد لما البنت قلقت عليهم. فجوزها قال لها انا هروح اطمن عليهم واشوف ايه اللي حصل. وفعلا جوز بنتهم بيروح البيت، لكن بيحس ان الدنيا هادية جدا ومفيش صوت ولا حركة ولا اي حاجة. فبيقرر ان هو يدخل البيت علشان يعرف فيه ايه. وفعلا دخل البيت لقى مصيبة كبيرة جدا. دخل لقى آثار دم، ولقى جثة الحاج سيد مرمية وغرقانة في دمها. على طول كلم الشرطة، والناس اتجمعت ورجال الأمن جم ودخلوا واكتشفوا إنهم قدام جريمة بشعة. الحاجة عزيزة مقتولة بأكتر من طعنة ومتغطية، ويوسف مقتول في أوضته، ومصطفى كمان مقتول في الصالة، والحاج سيد مذبوح عند باب البيت. البيت كان متبهدل جدا، وباين إن حد كان بيدور على حاجة. وكان في صينية شاي كانت عليها 4 كوبايات، يعني القاتل كان قاعد معاهم وشرب شاي كمان، وكأنهم كانوا قاعدين في أمان تام. والسؤال بقى مين يقدر يعمل كده في عيلة زي دي؟ التحقيقات بدأت وتعرف إن الحاج سيد باع مجموعة من العجول قبل الجريمة بيوم، وقبض حوالي 180 ألف جنيه، والمبلغ فجأة اختفى من البيت، لأن أكيد ملحقش يحط الفلوس في البنك. رجال الأمن لقوا بصمة جزمة على الدم الموجود في المكان. في وسط الناس بقى اللي كانوا واقفين والحزن ماليهم قدام البيت كان صافي واقف، اللي كان بيمثل دوره كويس جدا. طبعا رجال الأمن بدأوا في التحقيقات.
من ضمن الناس اللي كان بيتحقق معاهم كان في إمام مسجد قال إن الحاج سيد كان معاه بعد الصلاة، وقال له إن صافي كان قاعد عنده من الساعة 10 بالليل لحد الفجر. هنا بقى بدأت شكوك رجال الأمن. صافي طبعا خبى عن رجال الأمن إن هو كان موجود في البيت عند الحاج سيد، وده كان أول الخيط. رجال الأمن لما حققوا أكتر اكتشفوا إن صافي عليه 8 أحكام قضائية من مديون وعليه فلوس كتير قوي، وفي يوم الجريمة سدد جزء كبير جدا من ديونه. رجال الأمن فتشوا بيته ولقوا الجزمة اللي مطابقة للبصمة، ولما تواجه بالأدلة اعترف على طول. قال إنه كان عندهم قبل الفجر، وقال إنه عرف إن الحاج سيد باع مجموعة من العجول وقرر يسرق الفلوس، فاستخبى جنب البيت. ولما العيلة كلها راحت تصلي دخل البيت وكان شايل معاه سكينة، ولما الحاجة عزيزة صحيت قتلها، وبعدها لما رجع يوسف قتله، وبعدين مصطفى، ولما الحاج سيد رجع ونادى عليهم ذبحه هو كمان. دور على الفلوس ولقاها وقفل الباب ومشي وكأن مفيش حاجة حصلت. بيقول إن ما كانش ناوي يقتل، بس خاف يتفضح. بس الخوف ما كانش مبرر خالص للخيانة، لأن الخيانة ما بيكونش ليها أي مبرر. صافي اتحكم عليه بالإعدام بعد ما قتل 4 أرواح من عيلة كانت شايفاه إنه واحد منهم. كل ده علشان 180 ألف جنيه، المبلغ اللي خلى الطمع يعمي عينيه عن العشرة والعيش والملح. القصة دي مش بس جريمة قتل، دي درس لكل واحد فينا بيفتح بيته لناس ويصدق المظاهر ويفكر ان الطيبة والنية السليمة كفاية، لان في ناس بتلبس وش الطيبة لكن جواهم سواد ما بيتوصفش. ربنا يرحم الحاج سيد ومراته وولاده ويصبر اهاليهم، ونسأل ربنا سبحانه وتعالى دايما يحمينا من الطعنات اللي بتيجي من الظهر. ودي كانت حلقتنا النهاردة، أتمنى تكون عجبتكم، واستنوني في حلقة جديدة من الحكاية وما فيها. سلام عليكم.